السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله قدرنا نخلص الجزء الثاني من سلسلة سنة أولى جودة اللي بتتكلم بشكل عام عن مجال صناعة الدواء، وبتتكلم بشكل خاص عن مجال الجودة داخل مصانع الأدوية. مجال الجودة اللي بينقسم لقسمين طبعا، متمثل في قسم توكيل الجودة وقسم رقابة الجودة. في الجزء الأول من سنة أولى جودة قدرنا نتكلم عن الشكل العام لمصنع الدواء. مصنع الدواء بيكون عامل ازاي، وايه الاقسام اللي بتكون موجودة داخل مصنع الدواء. والحمد لله قدرنا نعمل مقدمة عن معظم الاقسام اللي ممكن نلاقي شغل فيها داخل مصنع الدواء، وبفضل الله كانت مقدمة كافية ووافية. يعني قدرنا نبين الطريق لكل حد فريش، او لكل حد لسه متخرج، وكمان لكل حد خبرة وبياخد خبرة اكتر في مجال صناعة الادوية. قدرنا في سنة أولى جودة إن احنا نقدم مقدمة تخليك فاهم يعني إيه جودة ويعني إيه مصنع دواء. لو أنت رايح مقابلة، رايح انترفيو، مش هتبقى خايف بعد كده، لأن في سنة أولى جودة احنا سهلنا الدنيا كلها قدامك. اتكلمنا في الجزء الأول من سلسلة سنة أولى جودة عن قسم الإنتاج، وقسم توكيل الجودة، وقسم البحث والتطوير، وقسم اليقظة الدوائية، وقسم التسجيل. وكمان اتكلمنا عن ممارسات التصنيع الجيد الجي ام بي وطريقة تطبيقها داخل مصانع الأدوية. وكمان اتكلمنا عن شهادات الايزو، واتكلمنا عن ممارسات السلامة والصحة المهنية والسلامة من الحرائق. وكمان اتكلمنا عن أشهر الأسئلة اللي ممكن تتسألها في الانترفيو وانت داخل تقدم على الوظائف المختلفة في مصانع الأدوية. والحمد لله ناس كتير جدا استفادت من الكتاب وبعتت لنا تعليقات جميلة جدا على الكتاب، والتعليقات دي كانت حاجة كويسة جدا عشان ساعدتنا ان احنا نطور الكتاب بشكل كبير جدا، وكمان ننزل كتاب جديد في سلسلة سنة أولى جودة. وده كان بفضل اللغة البسيطة جدا اللي احنا حاولنا نستخدمها في شرح كل أجزاء كتاب سنة أولى جودة، لأننا في كتاب سنة أولى جودة كنا حريصين بشكل كبير جدا على تسهيل المعلومة وتسهيل اللغة اللي المعلومة بتتقال بيها، لان احنا عارفين ان احنا بنخاطب ناس او بنخاطب فئة لسه متخرجة جديد، لسه جديدة على المصانع بشكل عام وعلى مجال الأدوية بشكل خاص. عشان كده كان فيه اجتهاد كبير جدا ان احنا نسهل عليك كل حاجة، وفي نفس الوقت نديك معلومة قيمة تقدر فعلا تستفاد منها، ونقدر ان احنا نربط بين الجانب النظري اللي درسناه اثناء فترة الجامعة والجانب العملي اللي هنشوفه داخل المصنع. عشان كده في كتاب سنة أولى جودة في الجزء الأول اتميزنا بلغتنا البسيطة والسهلة جدا في شرح جميع المفاهيم اللي ممكن تقابلك وانت لسه داخل مجال صناعة الدواء. والحمد لله جالنا تعليقات كتير جميلة على الكتاب في الجزء الأول، وجالنا فيدباك جميل جدا من ناس متخصصة في المجال، وناس نصحتنا ان احنا نزود حاجات معينة او ان احنا نعدل حاجات معينة. وده كان الغرض من كتاب سنة أولى جودة. والحمد لله استفدنا كتير جدا من كل التعليقات اللي جات لنا على الكتاب، وده ساعدنا نطور الكتاب بشكل كبير جدا، وهتشوفوا ده في التحديث الجديد من الكتاب. وده اللي خلانا ان احنا نكمل في سلسلة سنة أولى جودة ونقدم النهاردة الجزء الجديد من سلسلة سنة أولى جودة، وده إن شاء الله هيكون الجزء الثاني اللي معانا النهاردة، واللي هيكون بعنوان QC. النهاردة في الجزء الجديد من سلسلة سنة أولى جودة واللي هو بعنوان QC حبينا نتكلم بقى بالتفصيل عن كل حاجة داخل أو تخص مجال رقابة الجودة أو معامل QC داخل مصانع الأدوية، من أول استلام المادة الخام وتحليل المادة الخام وكل التحاليل المختلفة اللي بتتعمل على المواد الخام وطريقة كل تحليل والأجهزة المختلفة اللي بنتعامل معاها سواء في تحليل المادة الخام أو في تحليل المنتج التام. اتكلمنا عن اختبارات كتير جدا مختلفة بتتعمل في المعمل، في معمل الكيمياء وفي معمل الميكروبيولوجي. اتكلمنا عن الأسي، الوتر كونتنت، البي اتش، الكوندكتيفيتي. اتكلمنا عن اللوسندراين، اتكلمنا عن الموتشر كونتنت، اتكلمنا عن الووتر كونتنت، اتكلمنا عن الديستريبيوشن، عن الديزنتجريشن، عن الهاردنس، عن الفريابيليتي، عن السلفيتد اش. اتكلمنا عن الويت فاريشن، عن الافريج ويت، وعن الكونتنت يونيفورميتي.
ومعظم الاختبارات التانية اللي بتتعمل على المواد الخام والمنتج التام داخل مصانع الأدوية. شرحنا طريقة كل اختبار بالتفصيل من البداية للنهاية. بعد كده شرحنا كل الأجهزة اللي بتتعمل عليها الاختبارات المختلفة، وطبعا كان في مقدمة الأجهزة دي جهاز التحليل الكروماتوغرافي السائل أو ال HPLC. بعد كده طبعا جهاز اليو في، وكمان جهاز الاتوميك ابزوربشن. شرحنا كل جهاز بالتفصيل من البداية للنهاية، من اول فكرة عمل الجهاز ونظرية عمل الجهاز لحد ما تاخد النتائج بتاعتك خالص من على الجهاز بعد انتهاء عملية التحليل. وعشان من الحاجات الهامة جدا في مصانع الأدوية ان لازم يكون فيه محطة مية خاصة لتنقية المياه الداخلة للمصنع، كان لازم نشرح محطة المية والتحاليل المختلفة اللي بتتعمل على عينات المية سواء في محطة المية أو في معمل الكيوسي. بعد كده دخلنا على عملية الفاليديشن، وفي عملية الفاليديشن شرحنا الميثود فاليديشن والبروسيس فاليديشن والكليننج فاليديشن، ولكن التركيز الأكبر هنا كان على الميثود فاليديشن. بعد كده اتكلمنا عن بعض المعلومات العامة اللي لازم تعرفها وانت شغال داخل مصنع الأدوية، وكمان اتكلمنا عن المراجع العالمية المعتمدة اللي احنا بناخدها كمرجع لينا وبناخد منها المصادر بتاعتنا واحنا شغالين داخل مصنع أدوية. الفكرة الرئيسية اللي اعتمدنا عليها واحنا بنعمل السلسلة كلها، سلسلة سنة أولى جودة، هو تبسيط المعلومة، وفي نفس الوقت ان انا بديك معلومة قيمة بطريقة سهلة وبلغة بسيطة، بعيد عن التعقيدات وبعيد عن اي مشاكل تانية ممكن تواجهك وانت في بداية كاريرك او في بداية شغل ولسه بتحاول تفهم الدنيا ماشية ازاي وتفهم المصطلحات المختلفة وتعرف الاقسام المختلفة. وده اللي هتلاقيه ان شاء الله في كتاب سنة اولى جودة وفي كتاب QC. ده بالاضافة ان احنا حاولنا نتكلم باللغة العربية في مواضيع كتير جدا في الكتاب، سواء كتاب سنة اولى جودة او كتاب QC، عشان المعلومة توصل بشكل اسرع وبطريقة افضل وتكون سهلة وبسيطة وتقدر تفهمها بشكل واضح. والكتب ان شاء الله سواء كتاب سنة اولى جودة او كتاب QC متوفرين بنسخة ورقية ومتوفرين بنسخة PDF، وهسيب لك تحت في الكومنتات رابط في شرح كيفية التواصل وطلب نسخة من الكتاب. وما تنساش لو عندك أي تعليق على الكتب سواء كتاب سنة أولى جودة أو كتاب QC، ياريت توصل لنا التعليق ده بأي طريقة ممكنة، سواء على رسائل الصفحة أو تحت في الكومنتات، عشان ده اللي هيساعدنا في تطوير وتقديم أحسن حاجة في التحديثات الجاية إن شاء الله. وفي النهاية شكرا جدا جدا إنك موجود معانا وإنك جزء من نجاح عائلة سنة أولى جودة.